مرحبا أصدقاء حالمة. وصفة اليوم عبارة عن تشيز كيك مانجو منعش، خصوصاً مع هذه الأجواء الحارة، وبطريقة جداً سهلة ولذيذة. بالنسبة للطبقة الأولى راح نحتاج 18 حبة من بسكوت دايجستيف أو بسكوت شاي، تقريباً 130 جرام، ومنطحنهم. وراح نضيف معاها 60 جرام زبدة مذابة. راح نحركهم لحتى تتوزع الزبدة على كامل البسكوت. وكذا خلصنا الطبقة الأولى. بالنسبة لطبقة التشيز كيك راح نحتاج 10 حبات من جبن كريمي أو 180 جرام، علبتين قشطة تقريباً 250، ظرف دريم ويب، وإذا ما كان متوفر ممكن نستبدله ب6 ملاعق كبار سكر بودرة فانيلا. نخلطهم، وهذا شكلهم بعد الخلط. شوفوا كيف كريمي وخفيف. هنا جهزت قوالب شفافة، لكن ممكن تستخدموا قالب واحد كبير، لكن هذه حتكون أجمل في التقديم. وبديت أرتب الطبقات. أول شيء طبقة البسكوت، ووزعتها على كامل القوالب، ونضغط عليها شوي. نضيف الطبقة الثانية طبقة الكريمة. بالنسبة للطبقة الأخيرة استخدمت 3 حبات مانجو طازج، وخلطتهم في الخلاط بدون إضافات. وممكن تهرسون المانجو بالشوكة، وإذا كانت المانجو عندكم شوي قاسي اضيفوا ماء. ونضيف طبقة المانجو. وللتزيين رح نحتاج قطع مانجو مكعبات ونعناع. أضفتهم كذا، والنعناع اختياري، لكن يعطي شكل وتناسق أجمل ومميز، وأكيد طعم. نتركها في الثلاجة لمدة 2 إلى 3 ساعات حتى تتماسك الطبقات. وهذا شكلها بعد ما بردت. شوفوا الطبقات لذيذة وسهلة، ومنظرها يفتح النفس. لازم تجربوها. وبس، مع السلامة.